في ليلة كروية لا تنسى، عاش الجمهور الجزائري أحلى لحظات السسبانس التي انتهت بصاروخية الساحر رياض، معلنا بذلك ترسيم تواجد الخضر في المشهد النهائي لكأس إفريقيا بعد غياب دام لقرابة عقدين من الزمن. أشبال سبيشال وان إفريقيا كانوا على ثقة بأن النهائي مجرد 90 دقيقة، خاصة وأن هذه الطبعة من المنافسة فتحت ذراعيها لرفقاء إسلام سليماني ومنحتهم كل ما تملك من حظ. كبار إفريقيا تسقط تباعا أمام المد الأخضر للجزائر، فبعد كوديفوار ها هي نيجيريا ترسم نفسها ضحية جديدة ومعبرا يؤدي بالخضر إلى المباراة النهائية. نجم مانشستر سيتي رياض محرز قاد السفينة بنجاح بعد أن ساهم بشكل كبير في الهدف الأول بلمسة منه، وأخرى جاءت بنيران صديقة من المدافع النيجيري إيكونغ ليعلن بعدها تقدم الجزائر، والذي دام إلى غاية الدقيقة 72 ليعدل إيغالو النتيجة بعدها عن طريق ركلة جزاء ويدخل بالماضي وأشباله في دائرة الشكوك. الرمق الأخير من المباراة حبس فيه كل الجزائريين الأنفاس إلى غاية مخالفة رياض التي وضعها بطريقة يعجز كبار اللعبة على إتقانها. نعم، إنه هدف العبور الذي حلم به ملايين الجزائريين. النهاية كانت سعيدة بالنسبة للجزائريين، ولكن النهائي سيحمل في طياته سيناريو يصعب التنبؤ له، لأن المحاربين فيه مطالبون بترويض أسود التيرانغا.